السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. طبعا بقى العيد على الابواب، وكل البيوت دلوقتي بتجهز للكحك والبسكوت والقرايش. النهارده بقى هعمل معاكم الكحك القمر اللي انتوا شايفينه ده بطريقة احترافية كده ومقادير بسيطة، وهخليكي تعمليه. كل اللي ياكل منه مش هيصدق ان انت عاملاه في البيت. كحك ناعم وجميل ودايب زي ما انتوا شايفين كده، والحشوة فيه دايبة ومش محجرة وحاجة كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. كحك ناعم وجميل ومظبوط، والنقشة زي ما انتوا شايفين كده، النقشة مظبوطة ولا راحت فيه ولا اي حاجة. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. اول حاجة انا جبت نص كيلو من الملبن. ملبن الحشو يا جماعة، اسمه ملبن حشو. ونزلت عليه بمعلقة من السمن البلدي، وهدعكهم بقى كلهم مع بعضيهم كده هوت لحد الملبن ما ينعم في ايديا. طبعا انا بدعك الملبن ده كده بالسمن عشان يدوب كده جوه الكحكايه ويبقى ناعم كده وجميل مش مكتل. وطبعا هنزل بقى عليه بشويه مكسرات كده، اي مكسرات باقي عندك. انا كان عندي شويه بندق مجروش رحت حاطاه عليه. عندك سوداني حطي، ما عندكيش حاجه ومش عايزه تحطي حاجه خالص مش مشكلة، ممكن الملبن يكون سادة. وهبدأ بقى اقطع الملبن بتاعنا كده كور صغننة زي ما انتوا شايفين. الحجم دوت كده كويس عشان احنا مش بنعمل الكحكاية بتاعتنا كبيرة. هبدأ بقى اكور كل الكمية اللي معايا بالحجم اللي انتوا شايفينه دوت. وكده خلصت الكمية كلها وبقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والحجم دوت كويس قوي يعني، لا اكتر منه ولا اصغر. هنا بقى معانا العجان بتاعنا. انا استخدمت دقيق كوثر لجميع الاغراض. الدقيق ده جميل جدا يا جماعة في المعجنات والحاجات دي كلها. انا نزلت هنا ب2 كيلو من الدقيق. هنزل عليهم بقى بنص معلقة صغيرة كده من ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق كبار من السمسم. وهنزل بقى برشة بسيطة كده من المحلب بيديله طعم كده وريحة جميلة، ورشة بسيطة من الملح. وهقلب بقى المكونات الجافة دي كلها كده مع بعضيها. ومعايا هنا كوباية. الكوباية دي يا جماعة 300 ملي مش 200 ملي اللي هو المج بتاع الشاي، دي 300 ملي. فانا مليت الكوباية يعني الا ربع كده، ونزلت بمعلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة. طبعا المواد الرافعة انا مش هكتر فيها ومش هزودها عشان الكحكة ما تفرش معايا، والنقشة بتاعتها تفضل محتفظة بنفس الشكل بتاعها، فما بزودش من المواد الرافعة. هنا بقى 2 كيلو دقيق هياخدوا معايا. هو كيلو دقيق بياخد 600 جرام من السمن. المج بقى بتاعنا بتاع الشاي ده بياخد 200 جرام من السمنة بالظبط. فانا هنا عاملة 2 كيلو، يعني هعمل 6 كوبايات او 6 مجات من اللي انتوا شايفينه دوت. انا هنا اهوت هعمل مزيج بين السمنة الجاموسي والسمنة البقري. طبعا الاتنين بلدي، الاتنين سمنة بلدي بلدي يعني. هعمل مزيج بين السمنة الجاموسي والسمنة البقري. وطبعا الكحك طبعا لازم السمنة تكون حاجة فخمة كده وجميلة يعني حسب المستطاع، بس هو الكحك بيحب السمن البلدي بيبقى جميل وبيبان طعمه فيه. هنا انا هنزل ب3 كوبايات من السمن الجاموسي و3 كوبايات من السمنة البقري. هنزل بقى بنص كمية السمنة الاول لحد الدقيق كده ما يتشربها زي ما انتوا شايفين.
هنا بقى الخميرة بدت تفور معايا، حطيتها في طبق عشان ما تدلقش، ونزلت بقى بقيت كمية السمنة بتاعتنا كده. ال2 كيلو انا حطيت لهم كيلو و200 جرام من السمن. بالمج بتاعنا دوت، المج بياخد 200 جرام. وهبدأ بقى اخلط السمنة مع الدقيق. دي اهم حاجة يا جماعة في الكحك بتاعنا، ان لازم يتبس بس كويس. هي دي الخطوة المهمة اللي بتطلع لك كحك مظبوط وناعم. زي ما انتوا شايفين كده انا بفضل ابس فيهم واعمل فيهم بالمضرب لحد ما بتديني عجينة كده عاملة زي الكريمة. زي ما انتوا شايفين كده عجينة ناعمة وكريمية زي ما انتوا شايفين. طبعا بتلزق في الايد لان احنا لسه لحد دلوقتي ما حطيناش اي سوائل. دي عبارة عن السمنة والدقيق. دي اهم مرحلة في الكحك عشان تعرفي ان الكحك بتاعك يطلع مظبوط. هبدأ بقى انزل بالخميرة وكمية المية اللي احنا حاطينها. طبعا احنا حاطين بالكوباية ديت كوباية الا ربع. وهبدأ بقى اضربهم مع بعضيهم لحد العجينة ما تتشرب كمية السوائل اللي انا حطيتها. طبعا احنا مش هنعجن فيها كتير. العجينة هنا اهوت زي ما انتوا شايفين هي يابسة شوية كده معايا. فطبعا احنا زي ما انتوا شايفين بيتشقق كده معانا. طبعا احنا حاطين الكمية المظبوطة من السمن، فكده هي محتاجة حطيت ربع تاني من الكوباية ديت، يعتبر حطيت 300 ملي من المية. وهبدأ بقى اضربهم كويس. وطبعا احنا ما بنزودش مية يا جماعة ولا سوائل كتير علشان الكحك بتاعنا ما ينشفش. احنا عايزين كحكاية ناعمة كده وطرية وطعمها حلو. فكده انا حطيت كمية السوائل بالظبط 300 ملي. العجينة بقى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. العجينة بقى ناعمة كده ونعمت في ايدينا زي ما انتوا شايفين، لا بقت تشقق ولا حاجة ونعمت وبتتفرد معانا بسهولة. وده ايه القوام اللي مظبوط كده. بقى باخد العجينة بتاعتنا واسيبها ترتاح شوية. وابدأ بقى احضر السجات بتاعتي واحضر بقى ايه الحشو اللي انا هحشيه. طبعا بقطع بقى العجينة زي ما انتوا شايفين كده قطع حسب ما انت عايزة حجم الكحكاية عندك يكون ايه. وببدأ بقى اعمل فيها كده فتحة واعمل لها تجويف عشان الملبن بتاعنا ينزل فيها كده براحته وما يطلعش بره العجينة واحنا بنقفلها. دي اسهل وابسط طريقة لاي حشو تحشيلي الكحك. لازم تعملي تجويف كده فيه وتقفلي عليه من فوق. وادي واحدة تانية هعملها معاكم برضو. شايفين العجينة كده ملساء وطرية وناعمة معايا. وهبدأ بقى اعمل فيها تجويف كده من الداخل وانزل بالحشوة بتاعتنا. بتنزل طبعا بسهولة كده وبتاخد ايه وضعها، ما تخرجش معانا ابدا واحنا بنقفل العجينة. كده بقى انا خلصت معاكم الصاج الاولاني، وهعمل معاكم برضو وحدتين تاني كده بنفس الشكل. كده بقى هجيب بقى البصمة بتاعتنا وابدأ بقى ايه ابصم على الكحكاية كلها زي ما انتوا شايفين كده. ادي اول صاج عملناه والرسمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها. هنجيب بقى الصاج التاني وهعمل معاكم بقى الشكل ده كده بالمنقاش. انا هبدأ بقى اعمله ايه مربعات
عكس بعضيها، تدينا شكل حلو كده وجمال. طبعا ايه الكحك بالمنقاش دوت، طبعا ده ليه بقى طقوس تانية وحاجات تانية، وده جمال الكحك بتاعنا بالمنقاش دوت. ده اساس كحكنا المنقاش والرسومات بقى اللي بنقعد بقى نشكلها ونعملها فيها. طبعا انا هعمل بقى اللي بالمنقاش دوت سادة، واللي عملته بالبصامة ده اللي احنا حشيناه بالملبن. زي ما انتوا شايفين كده عملنا بقى الكمية كلها بتاعتنا جاهزة زي ما انتوا شايفين، جزء سادة وجزء بالملبن، وجزء عملته بالبصامة وجزء عملته بالمنقاش. طبعا بقى هنروح بقى على الفرن على درجة حرارة 180، وهنسوي بقى نبدأ نسوي الكحك بتاعنا. طبعا الكحك زي ما انتوا عارفين ولا بيستنى لما يخمر ولا حاجة. وبعد بقى ما عملت الكمية كلها وسويتها طلع معانا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. حاجة كده يعني مش قادرة اقول لكم على الجمال والشكل وريحة الكحك وهو بيتسوى، ريحة الخير كده والجمال في البيت. وطبعا احنا بنعمل حاجة نوفر بيها من اسعار الكحك والبسكوت بصراحة اللي نار الايام دي، وصعب جدا لأسرة يعني كبيرة ان هم يشتروا الجاهز ده. طبعا انتوا شايفين الكحكاية عاملة ازاي وناعمة ازاي معاكم، والحشوة من جوه ناعمة ودايبة كده في الكحكاية، مش مكتلة ولا ناشفة معانا ولا اتحجرت معانا ولا اي حاجة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب واحسن ما بين ايدينا، والف هنا وشفا للي هياكل. زي ما انتوا شايفين كده الكحكاية دايبة دايبة خالص في ايديا ازاي. وطبعا الحشوة برضو دايبة ولا نشفت مننا ولا اي حاجة، سوينا التسوية الصح وبرضو عجناها بالطريقة الصح. وادي معانا كحك السادة زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم حاجة البيت اجمل واوفر واحسن، ولو مشيتي بالمقادير والطريقة اللي انا عاملاها دي مفيش حد هيصدق ان انت عاملاه بايدك في البيت. انا لما بعمله كله بيستنى الكحك بتاعي دوت، وبيشيدوا ان هو احلى مليون مرة من بتاع بره، وانضف طبعا واوفر كتير جدا. انا عايزة اقول لكم ان الكمية دي كلها من 2 كيلو دقيق. طبعا حاجة جميلة وحاجة موفرة وطبعا يعني فرحة العيد بقى وان انت بتعملي الحاجات ديت طبعا ليها فرحة وليها زهوة تاني. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم ان شاء الله، وتتبسطوا وتتهنوا وتاكلوا الكحك وتحلوا. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني ان هو يشترك فيها عشان يجيلكوا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا بإذن الله. ويلا اعملوا بقى الكحك بطريقتي، ويا ريت بتقولولي في الكومنتات الكحك طلع معاكم ايه واخباره ايه معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.